بالجزء الاول شفنا سومان وحبيبته تنفصل عنه وبتروح لشاب معاه فلوس، وبينما هو قاعد في احزانه لان دي المره السادسه اللي ينفصل بيها خلال الشهر ده. بيظهر ليه نظام غريب بيديه 90 مليار من الذهب، بس مش هيقدر يصرف على نفسه، يصرفهم على الحريم يا فتحي. بس لازم يخلي تفضيل البنت ليه اعلى من 95 نقطه عشان يقدر ياخد مكافآت اكتر. فمن غير كلام كتير حط لايك وكومنت كتير وتعالوا نشوف هيعمل ايه. البنت بتنصدم، ومش البنت بس، ده كل اللي بيتفرج على لايف اللي انا. سومان بعت 100 صاروخ بقيمه 1 مليون، بيقول عيون الناس بقت عليا، ده لسه بدري، اسمحوا لي اصدمكم كمان. بيبدا يبعت صواريخ كتير. وفي الشركه اللي عملت الابليكيشن واحد بيقول يا رئيس في واحد غير معروف اشترى ب 10 مليون صواريخ دفعه واحده. الرئيس بينصدم، بيقول هل ده غسيل اموال؟ وفي غرفه البث المباشر البنات بتوع كبسوا بيقولوا رجل اعمال مش معروف بعت 10 مليون دولار لصاحبتنا، ده يكفي راتبنا لشهور قدام. بيبداوا يبعتوا ليه رسائل على الخاص. وفي الناحيه الثانيه البنت بتكون مصدومه ان في حد اداها 10 مليون دولار. بتقرص نفسها. في واحد من الموظفين بيقول لها الرئيس قال ان عمولتك هتزيد بنسبه 10%، ده لو جبت منه سيجاره تقريبا اعلى من الصاروخ، تقريبا والله اعلم. البنت بتقول مش لازم تقول لي اعمل ايه. بتشكر الشخص اللي بعت الصواريخ وبتقول له ابعت لي رساله بالخاص وانا هدلعك. بتفضل تبعت لي رسائل بالخاص، ولكن صاحبنا بيكون نايم اصلا. باليوم التالي سومان بيكون على قائمه المواضيع الساخنه، وانه شخص مجهول انفق 10 مليون بتطبيق البث المباشر. بيصحى صاحبنا من النوم وبيقول انا امبارح ضيعت فلوس كتير، لكن للاسف ما فيش ولا نقطه تفضيل واحده، وكمان ان النظام ما ربطش بالبنت. هل لازم نلتقي بالحياه الواقعيه؟ بيدخل على التطبيق وبيلاقي كميه رسائل كتير من النسوان ابن المحظوظه. اصحابه بيكونوا رايحين الجامعه، فبيقول لهم ما تاخدوني معاكم. بيقولوا له تعالى لو عايز النهارده يوم مميز علشان الدكتوره موجوده. والتاني بيقول له انا مش همشي حتى لو الدرس خلص. صاحبنا بيفتكر شياو يوكي. يوكي هي جمال جامعة هونان ونائبة رئيس اتحاد الطلبة، وكمان حلم جميع الشباب. من حقهم صراحة، البنت قمر، عندها مواهب كتير، الرقص والعزف والمبارزة، وطبعا عارفين نظرات الأخ سومان ماذا تعني. بنفس الوقت دودو بتكون مع صاحبتها واللي بتقول لها ده هو سومان، أنا ما شفتوش قبل كده بس واضح إنه لابس ملابس كويسة علشانك. دودو بتقول لها لا مستحيل، بالرغم من كده هو أجمل شوية من الولا فتحي، ولو ما تعرفش مين فتحي فروح شوف المقطع السابق. المهم إن نقاط الإعجاب عند دودو بتزيد بمقدار 10 نقاط. سومان بياخد باله فبيقول انا بس غيرت هدومي، وبالفعل نقاط الاعجاب بدات تزيد. ما هو بصراحه اول مره تنضف. المهم بيقول ازاي اربط النظام بيوكي، لكن بيسمع واحد بيقول يلا يا زعيم خلينا نشوف ازاي هتشقط البنت يوكي. بيقول له انت بس اتفرج ازاي هخليها تقع في حبي. بيروح ليها جمال وبيقول لها ايه رايك يا حلوه تيجي سناب. واحد بيقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول له ولا حاجه انا بس هاخد سناب علشان نتعرف على بعض وكده. لكن زميلي يوكي بيمسكه بيقول له انت بتخطط لايه بالضبط؟ جمال بيجيب ورا على طول وبيقول له والله ولا حاجه، انا بعمل كده علشان انضم لاتحاد الطلبه. بيديله كلمتين في جنابه بيخلوه يفعل وضع الانسحاب التكتيكي. بيروح صاحبنا سومان وبيقول لها انا عايز اضيف يوكي على سناب. شياو بيقول له على الاقل انت اجمل من التانيين، ويا ترى عايز تنضم لاتحاد الطلبه برضه؟ بيقول له ماليش مصلحه مع اتحاد الطلبه. بيرد عليه امال عايز السناب بتاعها ليه؟ بيقول له هو ده مش واضح ولا ايه؟ انا عايز نتواعد. الاخت يوكي بتنصدم من صراحته والكل بينصدموا. يوكي بتبتسم وبتقول له موافقه. في نفس الوقت البنت اللي مع دودو بتقول لها هو ايه مش المفروض سومان ده سمكتك؟ اما سومان بيقول ما نقدرش ننكر ان الكل بينجذب للجمال، لكن اهم حاجه كيف تجذب القلب ليه. ومفيش احلى من الصراحه والطرق القديمه. النظام بيربط مع يوكي بنجاح. وبعد المحاضره الكل بيقولوا انت جامد يلا قدرت تاخد السناب بتاع يوكي، ما تنساش بقى تبقى تجيب لنا صاحبتها. لكن بينما هما ماشيين جمال بيقول له انت الفاشل اللي مش عارف مقامه فين. سومان بيرد عليه وبيقول له معلش بقى مش معنى انك فاشل هتشوف الكل شبهك. جمال بيتعصب والعيال بتمسك اللي هو سيبونا يا رجاله سيبونا عليه الولا ابن لكن بلحظه بتيجي الاخت ليلي وبتقول له انت هتخلينا استنى كتير ولا ايه؟ كلهم بينصدموا بيكونوا مصدومين حرفيا. حسناء المدرسه والحاصله على المرتبه السادسه بين اجمل الفتيات بالجامعه تعرف واحد زي ده. سومان بيقول معلش خليت واحده جميله تستناني، ايه رايك اعزمك على عشاء كاعتذار؟ بتقول له ايه رايك في ملابسي بالاول؟ ايه ده ملابس فاضحه يا هانم، هو ايه شايفاني بقرون ولا ايه؟ الكل بيقولوا ان الشنطه اللي معاها مكمله الطقم، واما هي بتاخد سومان وبتمشي. اما جمال فبيقول ابن المحظوظه، لكنه بيسمع عياط واحده بتقول هو انا غلطت فين؟ بتكون الاخت دودو يعني بعد العمل دي لسه بتسال غلطت فين؟ ما تستغربش يا ابني هما كده على طول مقتنعين انهم عمرهم ما بيغلطوا مهما يعملوا، وانت كراجل اعتبر ده غلطك وشيل الليله واعتذر مثلا. يعني هي سابت سومان وراحت لواحد معاه فلوس، ولما رجع سومان معاه فلوس بتعيط علشان مش مهتم بيها زي الاول، وبتسال هي غلطت فين
فين؟ ما هو غلط انه ما كانش معاه فلوس من الاول يا باشا. المهم ليلي بتقول له خد دي هديه ليك، سهرت الليل وانا برسمها علشانك، لو ضاعت منك فانت عارف اللي هيحصل. سومان بيكون مصدوم بيقول دي اول مره اخد فيها هديه من بنت، ده طلع كحيان يا جماعه. عم عادي، ده طلع مننا وعلينا برضه. ليلي بتقول له هل عجبتك؟ سومان بيفكر شويه وبيقول هل ده الطعم اللي عملته علشاني من لما بدات انفق الفلوس عليها وهي بتحاول تقرب مني علشان اكون ليها هي وبس. لسوء الحظ ما بقتش سومان القديم. ليلي بتقول له شكله ما كانش مرتاح، هل ما عجبتوش؟ سومان بيقول لها ليه بتديني دي؟ بتقول له يا راجل انا سهرت الليل وانا برسمها، خلاص لو مش عاجباك. بيقول لها ازاي هتكون علاقتنا مستقبلا لو ما قبلتش الهديه دي؟ بتقول له لا هات. بيقول لها لا طبعا انا هخليها تراث عائلي. بيمسك ايدها وبيقول لها انا بحبك اكتر من الهديه. ده طلع رومانسي. ليلي بتقول شكلح ازاي كلامه جميل كده، وبياخد 5 نقاط منها. سومان بيفرح وبيقول ايوه كده، لو عايزه تستفادي يبقى لازم انا استفيد. لكن واحد بيندم على ليلي وبيبعدهم عن بعض. بيقول لها وهو بيعيط انت قلت انك رايحه مع صاحبتك تعملي اظافرك، امال مين الراجل ده؟ انتم فعلا كويسين في تقليم الاظافر. حصل اكيد هو غني عشان كده طالع معاه. انا كنت معاكي من فتره وما سمحتش ليا ان انا امسك ايدك حتى، وكنتم بتحضنوا بعض بالطريق. سومان بيقول واضح ان ده هو الولد اللي هي مرتبطه بيه، انا جربت الشعور ده قبل كده. ليلي بتقول له انت مين اصلا وايه علاقتك؟ هل وقعت بالحب او لا؟ سومان بيقول له لحظه انا سومان، ومن امتى وانت تعرف ليلي؟ بيقول له اسمي وانجيو. سومان بيقول له اسمع يا ابني، انا كنت اعرف واحده من فتره وكنت بحبها وبتحبني، او ده اللي كنت فاكره. كنت بشتغل 4 شغلانات علشان اعرف ادلعها، لكن للاسف ما قدرتش، وراحت مع واحد معاه عربيه مرسيدس وسابتني. عشان كده الناس اللي بيلفوا ظهرهم لينا هم نفسهم بيكونوا دافع لينا علشان نحسن نفسنا، مش لما تسيبك تدور على غيرها. لا، بالاول ابني نفسك وهتلاقي الكل من حواليك عايز يقرب منك. انساها وارجع السكن، اشتغل على نفسك. انا اهو بقيت يوتيوبر قد الدنيا ومشهور، ولما شافت ده ندمت على اختيارها. وانج بيكون متاثر بكلامه. ليلي بتقول له سومان والله ما اعرفه، ده مجرد صديق عادي. سومان بيقول لها ليلي مش بيهمني ماضيكي، لكن انا حاسس انك مش بتحترميني ولا بتحترمي نفسك. هل ذكريات امبارح مش كفايه يا جدع؟ ده كلها ساعتين امبارح، وكمان عايزه تسيبي ليا بديل علشان نتعامل مع علاقاتنا الشخصيه. من الاحسن ننهي الامور لحد هنا. واضح ما كنتش مالي عينك. سومان بيكلم نفسه وبيقول ليلي ازاي هتتعاملي مع الوضع ده؟ اما الاخت ليلي بتفتكر ذكريات امبارح مع سومان. انا عايز اعرف ذكرياتي امبارح، ده هو بس اشترى لها شنطه وشويه هدوم. المهم انها بتفتكر الذكريات وازاي كان بيصرف عليها، وبتبدا تعيط. بتقول سومان هو بيحبني فعلا، لكن انا خربت كل حاجه. معلش ده لسه عارفك امبارح ازاي بيحب. المهم ان سومان بياخد 5 نقاط اعجاب. بيقول دلوقتي خلينا نشوف حد غير ليلي، مثلا يوكي. بيلاقي انها فاتحه لايف، وواضح ان البطل توكسيك، وواضح ان يوكي طلعت من بتوع كبسوا. مع كامل احترامي لكل التوكسيك، بس بطلنا يستحق اللقب بجداره. عارف انكم زعلانين علشان المقطع قصير، بس احب افكركم ان دي مش مترجمه عربي، وانا بكتب السكريبت من الصيني، فياريت تقدر كده. المهم يا صاحبي انا امتحاناتي يوم التلات، فايه رايك نعمل تحدي رايق كده؟ لو المقطع ده وصل 5000 لايك هنزل مقطع جديد لسومان، وهخلي المقطع 25 دقيقه. ولو المقطع وصل 6K لايك هخلي المقطع 30 دقيقه، وتولع الامتحانات. المهم انتم وانا عندي كلمتي. المهم هنا نكون وصلنا لنهايه المقطع. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل جديد، والسلام عليكم. People still make mistakes. It isn't perfection. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame.